بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، آخر ما أخذنا في كتاب الطب فوائد البصل وما فيه من المنافع، وذكرنا لكم أنه الإكثار من أكل البصل يسبب الصداع ويظلم البصر ويسبب النسيان، لكن إذا طبخته وأكلته مطبوخا هذه الأضرار كلها تذهب. قال ابن القيم رحمه الله: الباذنجان من المأكولات الطيبة والخضروات التي جعل الله سبحانه وتعالى فيها من المنافع وفيه من المضار. فالباذنجان لا يفضل أكله باستمرار. قال ابن القيم في الحديث الموضوع المختلق على رسول الله عليه الصلاة والسلام: الباذنجان لما أكل له. وهذا كلام باطل، ما هو من كلام رسول الله، هذا من كلام الذين يحبون الباذنجان. أيضا حديث الباذنجان، أو قال: كلوا الباذنجان فإنها شجرة رأيتها في جنة المأوى، شهدت لله بالحق ولي بالنبوة ولعلي بالولاية، فمن أكلها على أنها داء فهي داء، ومن أكلها على أنها دواء فهي دواء. هذا مكذوب على رسول الله. قبح الله هؤلاء الكذبة الذين يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله: وهذا الكلام مما يستقبح نسبته إلى آحاد العقلاء فضلا عن الأنبياء. وبعد، فالباذنجان نوعان: أبيض وأسود. الباذنجان نوع أبيض، وهذا من أجود الأنواع، والأسود أقل غذاء من الأبيض. فالأسود فيه أضرار، يسبب البواسير. أكل الباذنجان الأسود باستمرار يسبب البواسير ويفسد اللون. لون الإنسان يكون باهي، فلما يكثر يسبب للونه فسادا. وأيضا ينتن الفم من كثرة أكله، بخلاف الأبيض منافعه كثيرة. الأبيض يقلل من السمنة، الباذنجان الأبيض، وهذا أكثر ما يوجد في مصر عن غيرها من الدول العربية. الباذنجان الأبيض أكثر ما يوجد في مصر. وهذا الباذنجان هو ألياف غذائية. هذه الألياف تخفف من وزن الإنسان ويقلل من وزن الإنسان. كذلك ذكر بعض الأطباء أن شرب عصير البصل، بعض الناس يعصر البصل مثل العصير ويشربه، يذهب الشحوم من الجسد. يعني ماذا؟ تعصر البصل، إن كان عندك طاقة تشربه معصور، أو تضيف إليه بعض الإضافات لمدة أسبوع أو أسبوعين، وإذا بك ترى الشحوم تبدأ تذوب من الجسد. وكذلك الباذنجان يخفف السمنة ويذوب الشحوم، لأنه يحتوي على ألياف، وهذه الألياف تقاوم السمنة. أيضا الألياف حق الباذنجان الأبيض يقلل مادة الكوليسترول في الدم، يقلل هذه المادة ويحافظ على ضغط الدم ويخفف نبضات القلب. هذا الأبيض فيه منافع. أيضا يقاوم مرض السرطان بإذن الله، لأنه يحتوي على مادة تسمى البوليونيك. هذه مادة كيميائية ركبها الله عز وجل في هذه
الخضروات، والله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء. هذه الأغذية دواء، هذه الأغذية دواء، كما يقول العلامة ابن القيم رحمة الله عليه، قال الأكل نصف الدواء. الأكل الجيد الطيب الذي يأكل هذا نصف الدواء، نصف الدواء هذه المأكولات الطيبة. أيضا يحافظ على فروة الرأس، بعض الناس يحس ألم في فروة رأسه، فأكل الباذنجان أو عصر الباذنجان وضع على الشعر يقوي الشعر ويخفف من ألم يعني ماذا فروة الرأس وجلدة الرأس. أيضا الباذنجان الأبيض يعتبر غذاء للمرأة الحامل، الطفل أو الجنين في بطن أمه يعني ماذا الغذاء المناسب في تركيب عظامه وتركيب بنيته في بطن أمه الباذنجان الأبيض، فهذا نوع من أنواع الطيبة، فهو يساعد على نمو الجنين في بطن أمه، لكن لا تكثر منه، لا تكثر منه. كذلك ننصح النساء الحوامل لا يشربن الغازات، هذه البيبسي الديو لا تشرب الحامل، لأنه يفتت عظام المولود في بطن أمه ويسبب يعني تهشم للعظام الجنين. فهذه المشروبات الغازية ضرر كبير جدا على المرأة الحامل، خاصة في الأشهر الأولى، خاصة في الأشهر الأولى ننصحها لا تشرب ولا تستخدم المشروبات الغازية، فهو يفتت عظام الطفل ولا يساعد على نموه. فهكذا فالباذنجان يساعد، الباذنجان من فضل الله سبحانه وتعالى يساعد. الباذنجان له أضرار كبقية يعني ماذا يعني ماذا هذه المنتوجات، فهو يمتص الحديد، يمتص الحديد، ولذلك يوصي العلماء ألا يكثر من أكله، حتى يقول العلامة ابن القيم رحمة الله عليه فلا يكثر من أكله، لا يكثر من أكله. ويمتص العظام، يمتص الحديد من العظام، ولذلك من كان مريضا بمرض فقر الدم لا يأكل الباذنجان لأنه يمص له الدم، يمص له الدم. أما السمين قل له كل ولا يخلي له مسمار، ولا يخلي مسمار للسمين، يأكل لعله يخف هذه الوزنة أو هذا الوزن الثقل منه. أيضا الباذنجان سبب رئيسي في تكوين حصوات في الكلى، سبب رئيسي في تكوين حصوات الكلى، ولهذا العلماء يوصون خاصة علماء الطب كالإمام الذهبي في كتاب الطب وابن طولون وابن القيم يقولون ينصح ألا يكثر منه، ينصح ألا يكثر منه ولا يفرط في أكله، ولا يفرط في أكله. وذكر بعض الباحثين أن أكله مشويا يخفف هذه الأضرار، يعني يشوى على النار ويعصر بالعصارة مع إضافة زبادي وهكذا، هذه أكلة يعني ماذا من ألذ المأكولات، يشوى الباذنجان على النار ثم يقشر قشره ويعصر بالعصارة مع الزبادي والبسباس، تجد له طعم ولذة عظيمة ويخف ما فيه من هذه الأضرار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.